اول حاجه البشره الدهنيه دي نعمه من نعم ربنا. اي حد عنده بشره دهنيه متخيل انه عشان عنده بشره دهنيه يبقى عنده مشاكل كتير. لا، هو عنده نعمه، محتاج بس انه يحافظ عليها. البشره الدهنيه عايزه شويه حفاظ وشويه هيجين او روتين علشان احافظ عليها، ان ما يبقاش فيها رؤوس سوداء، ما يبقاش فيها حبوب تحت الجلد. لو انا بشرتي معرضه للحبوب فطول الوقت ابقى انا اخد بالي او اخده بالي ازاي احمي نفسي واحاول اقلل ده، علشان البشره الدهنيه بجد من اكتر انواع البشرات اللي ما بيظهرش عليها التجاعيد، لان هي مش بيكون عندها الجفاف اللي بيحصل في باقي البشرات. ولكن لو قللنا ترطيب، لو زودنا اهتمام، تبدأ تجف ويبدأ يحصل فيها مشاكل، وده يخلي بدوره ان الزيوت تزيد اكتر والرؤوس السوداء تزيد. غسول مرطب وصال سكرين. ولكن البشرة الدهنية بجد اكتر حاجة ومن الخرافات اللي اتكلمت عنها